جميعا معايا نتمشى سوا في أول خروجة ليا للنادي بعد الحظر. أول مرة أجي من أكتر من 3 شهور. ده النادي بتاعي، اسمه نادي الجزيرة الرياضي. هشوف كده الوضع ايه وانا ماشية. انا لسه راكنة العربية وداخلة ابص اشوف الوضع ايه. طبعا النادي مش مليان كالعادة، فاضي جدا او شبه فاضي، يعني في شوية صغيرين، بس انا هتفرج كده واخد فكرة وافرجكم معايا. هو نادي جميل اصلا، حلو قوي يعني، في قلب القاهرة، ومع ذلك واسع وكبير، مليان خدمات. ترابيزات قليلين قوي الناس اللي موجودة، يعني مش عشان الشمس طبعا، هو في ظل. نروح ناحية واحد من الملاعب، هما طبعا مش سامحين دلوقتي بأكاديمية الكورة للولاد، الملعب بيحصل له تجديد تقريبا. ده واحد من الملاعب اللي موجودة. بس بصوا منظر كمية الخضرة اللي موجودة في النادي، كمية أكسجين نقي بمليون جنيه. هلف أروح الناحية التانية. أنا هطلع ناحية حمام السباحة، حديقة الأطفال. هحاول أروح لغاية عندها كده. طلعت على منطقة تانية، المفروض إنها منطقة فيها حمام سباحة، لكن تقريبا الحمام مش شغال أو مش مسموح. أيوة، هو مش مسموح فيه. هوريكوا برضو المنظر. على السلم ده واحد منهم. المفروض النادي فيه حمام أولمبي بس في الاتجاه التاني، لكن ده الحمام العادي زي ما انتوا شايفين. شوفوا الفراغ شكله ايه، الدنيا فاضية، مفيش حد خالص غير اللي جاي يقعد شوية يعني على الكراسي تحت المظلة مثلا. ومن فوق برضو الناس قليلين طبيعي، لانه رغم ان النهارده السبت يوم نص عمل، يعني في ناس اجازات كتير فيه المفروض، طبعا اجازات مدارس، لكن مع ذلك النادي شبه فاضي طبعا بسبب كورونا واللي عملته فينا. ده ملعب تاني صغير برضه فاضي، كله فاضي. الخدمات تقريبا شغالة بس بأسلوب مختلف شوية، علشان يعني تكون الخدمة فيها احتياطات عشان العدوى أو لكن بوجه عام يعني النادي مش فاضي، شبه فاضي. لا يمكن كان يبقى بالشكل ده أبدا في عز موسم الأجازات. هتنقل لمكان تاني، ثواني أروح حديقة الأطفال. طبعا التراك ده، المكان اللي حوالين الملعب ده، كنا بنعمل فيه رياضة المشي اللي عايز يتمشى. طبعا أنا دلوقتي تقريبا الظهر، الساعة 12 واحدة كده الظهر، فطبيعي مش هيبقى فيه، لكن للأسف برضو مش متجهزة
المكان مش متجهز للاستخدام، يعني حتى في عمليات إصلاح وتجديد تقريبا بيستغلوا إنه الحظر ده أو إن الناس مش بتيجي كتير. بص، هو النادي بيقع في وسط البلد. اللي احنا شايفينه العالي ده فندق ماري. في وزارة الخارجية قدامي اهي، دي اللي هناك دي وزارة الخارجية. المبنى اللي عليه زي اريال كبير اللي هو زي عواميد البث يعني، ده مبنى الإذاعة والتلفزيون اللي في مصر في القاهرة اللي على كورنيش النيل. المفروض النادي قريب جدا من كورنيش النيل. دي وزارة الخارجية المصرية. ده فندق ماريوت بيبص على النيل من الناحية التانية. وطبعا في بيوت كتيرة. المنطقة دي اسمها منطقة الجزيرة، المفروض انها في الزمالك، يعني حي راقي بس قديم، يعني من احياء الراقية كنا بنقول عليه بتاع عيلة القوم يعني. لكن طبعا اتطورت الدنيا وعيلة القوم اتنقلوا في حتة تانية. هوريكم كمان حاجة هنا. ده برج القاهرة، البرج الشهير وبرج الجزيرة يعني موجود هناك كده برضو في نفس منطقة الجزيرة والأوبرا. فهو النادي موجود في مكان حيوي جدا، رغم ان القاهرة مزدحمة لكن هو واخد مكان. الموسم ضاع خالص والاجازات ضاعت بسبب الحاجات اللي ربنا بعتها لنا، ربنا يبعدها عننا تاني. انا دلوقتي داخله على حديقه الاطفال. بصوا بقى، دي حديقه الاطفال. المفروض انها كانت في الوقت ده بتبقى مليانه، والولاد صريخ وندها على بعض وبيتمتعوا بالوقت. لكن سبحان الله الوضع كله اتغير. برضو هنا في ملعب تنس موجودة هنا جوه المدخل ده، برضو كالعادة مفيش عليها شغل، بيوضبوها مفيش فيها حاجة. وبعدين اروح الناحية التانية. اهلا بيك، الحمد لله. اروح الناحية التانية عند حديقة الاطفال اكمل عشان هوريكم حاجة كمان حلوة. ثواني. بصوا بقى، انا عايزة اوريكم نوع الشجر اللي موجود جوه النادي، روعة. سبحان الله، الكورونا اللعينة يعني بوظت حاجات كتير، حتى يعني العمال اللي شغالين في النادي هنا طبعا مأساة بالنسبة لهم، كل بيقوموا بالخدمات اتعطلت الدنيا عليهم. بصوا الشجرة جميلة ازاي، لونين نفس نوع الشجر. واللي بعدها يعني
شمالي يميني هنا في حمام السباحة الأولمبي الكبير الرئيسي، لكن هو مقفول من بابه من بره، المنطقة بتاعته كلها مقفولة. لكن النادي بصوا بوجه عام روعة روعة، ويعني بيتقال عليه يعني دايما ان هو من النوادي المميزة. طبعا الناس قليلين، دي الحتة اكتر حتة ظل في النادي، الشجر فيها كثيف، فالناس بتبقى قاعدة هنا، ومع ذلك مفيش ترابيزة ترابيزة لا، قليلين قوي. نرجع تاني هنا وبعدين هنتنقل في حتة. خلاص وصلت عند العربية، هاخدها واطلع، مفيش قدامي غير كده بقى. يلا اتفضلوا معايا، اتفضلوا نروح سوا نروح البيت. ايه رأيكم؟ اتمنى ان انتوا قبل ما امشي تكونوا اتمتعتوا بالخروجة الناشفة اللي احنا خرجناها دي، ما فيهاش اي حاجة ولا حاجة ساقعة ولا ساندوتش ولا اي حاجة. يلا ربنا يعدي الايام ديت وتيجي الايام الحلوة بتاعت الاجازات تاني زي ما كنا. يلا بينا نتكل على الله. باي باي، اجيلك ان شاء الله بعد ما الدنيا تتفتح بقى وترجع زي ما كانت. اخر حته بقى واحنا خارجين، ده الجزء الباقي من النادي لغايه الباب اللي هنطلع منه على النيل. لو عرفت اخدكم معايا على الشارع بره نشوف النيل، اهو بيبقى طراوه برضو يعني. كل ده مطب. دلوقتي انا على كوبري اسمه قصر النيل في نص القاهرة في وسط البلد، وهدخل دلوقتي احود على منطقة فنادق المطلة على النيل. يلا شوفوا ادي النيل اهو على يميني، كورنيش نيل جزء منه، وفوق هنا فندق السميراميس، وبعديه في شيبرد، بس شيبرد عليه اصلاحات وانشاءات. المنطقه دي كلها منطقه سياحيه ومليانه فنادق 5 و7 ستارز كلها كبيره. في النيل اهو جنبي على اليمين، في وسط النيل في جزيره صغيره في جراند حياه برضو فندق كبير. المنطقه كلها فنادق كبيره. في سفاره الامريكانيه على شمالي هنا بتبص على النيل برضو. هو الطريق زحمه شويه، في وشي كده الكبير العالي ده فندق الفور سيزون.
السياحة، يعني سواء النيل بالمراكب، باليخوت، بالفسح اللي جوه المية، أو الفنادق. المفروض الكورنيش ده ماسك من اول البلد لاخرها، والاماكن اللي بتطل على الكورنيش اماكن حيويه ومهمه. جنبي على الشمال هنا كمان السفاره البريطانيه الانجليزيه.